يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم من روائع الشيخ شرف التمادي. يا دنيا كلك ألم ويأس وأحزان، فيك الهموم والتعب، فيك العذاب ألوان، فيك اللي هز المرض، ليل الطويل صغران، فيك اليتيم انترك، في الطليبات عريان، فيك اللي ظلم في البلد، وظلمه بان حكم عليه ربنا بالطرد من البلدان، وكل ظالم حكم بالظلم على الإنسان، خد جزاء ظلمه والملك للديان مهما يطول الأجل. ربنا مش غفلان من أروع الحكايات، اسمع بقى العبارة، اسمع بقى العبارة، والقلب فيه حسرة، والقلب فيه حسرة، عن طفل صغر ويتيم، عن طفل صغر ويتيم، اختطف الموت ابوه والام كمان ياهو، اختطف الموت ابوه والام كمان ياهو، حديث السن سابوه وقبل وجه كريم، وقبل وجه كريم، كان سنه 6 سنين، كان سنه 6 سنين، له عم رحم وامي تكفل بو في الحين، ودار دار التعليم من أروع الحكايات، اسمع بقى العبارات، والقلب فيه حسرات، عن طفل صغر ويتيم، اختطف الموت ابوه والام كمان ياهو، حديث السن سابوه وقبل وجه كريم، كان سنه 6 سنين، له عم رحم وامين تكفل بو في الحين، والدار دار التعليم. قصة بتروي عن الأخوات يا سادة المستمعين، واحد غني والتاني فقير إلى الله، والفقر مش عيب، فقير بس عنده كرامة من عشاق حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، مستعين بالصبر والصلاة، وهو ماشي على عمله كل يوم على الصباح بينادي بالصبر، بيقول يا عيني عالصبر، يا عيني عليك، يا عيني عالصبر، يا عيني عليك،
مستعان بالصبر والسلام. اهلا سيدنا حبيبي حبيبي. وعنده من اولاد ولد واحد اسمه كريم، واخوه الغني عنده بنت اسمها كريمه. ابو كريم فقير لله، وهو جاي من عمله في يوم من الايام زعلان وخبط على الباب. مراته فتحت الباب، انت داخل زعلان. قالت له مالك يا ابو كريم؟ مالك يا حبيبي؟ زعلان ليه؟ قال لها بتقول ايه؟ قالت له مالك زعلان ليه؟ في حاجه؟ قال لها والله وانا جاي النهارده سمعت خبر. قالت له خير ان شاء الله. سمعت ايه؟ قال لها سمعت بان خال غني ابو كريم رايح حضور حضره النبي عليه الصلاه والسلام. قالت له طب انت زعلان؟ لسه ما خلصش كلامه مع زوجته وسمع الباب بيخبط. مين؟ فتح الباب، التقى اخوه الغني ابو كريم هو اللي بيخبط على باب. قال له نعم. مالك يا ابو كريم؟ زعلان ليه؟ قال له بالحياة تروح تزور حضرة النبي؟ قال له ان شاء الله. قام رد عليه وقال له ده انا عايز ازور النبي لكن ما معيش مال. سمعت طيور بتغني على الشجر بتقول زيارة الحبيب النبي ماهيش بكتر المال. قام رد عليه وقال له طب ما تيجي نزور النبي احنا الاثنين. قال له انت فيك الكفاءة تاخدني لزيارة النبي صحيح، بس ابن كريم ده سنه 6 سنوات اسيبه لمين؟ قام رد عليه وقال له سيبه لله، هنسيب له بعض من المال وتعالى معاه نزور النبي احنا الاثنين. قال له زي بعض. سابوا له بعض من المال وسابوا كريم وكريمه مع بعضيهم. هنا حصل علاقه ما بين كريم وكريمه. كريمه بصت له قلت له كريم؟ قال لها نعم. قال لها انت اخويا ولا ابن عمي؟ قال لها عشان ايه؟ قالت له علشان الناس بيقولوا انك انت مش ليا وانت اغلى من حياتي وضيع عينيا. قال لها انا ابن عمك طبعا يا حبيبي. سابوهم مع بعضهم وطلعوا لزيارة النبي. وصلوا المدينة وطلعوا مع العرفات ورموا الجمرات، قضوا الفريضة وشاء القدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وابو كريم اتاه المرض في الارض الحجازيه توفى برحمه الله. ابو كريم على ما خلص الفريضه ورجع على بلده مرات اخوه الاخرى توفت برحمه الله. فضل كريم يتيم. قابل عمه وهو جاي من عند حضره النبي وقال له يا عمي. نعم. ابويا فين؟ ما قالوش ابوك مات. كان كريم عنده حنان. قال له انا ابوك والمال مالك وكريمه اختك. وخدوا عنده ربيه مع كريمه، لبسوا ملابس نظيفه، مصاريف بزياده، دخلوا المدرسه مع كريمه
وهو ماشي في يوم من الايام مع كريمه، كريمه بصت له بتقول له كريم. نعم. كريم. نعم. انا الليمون على الشجر وانت الماء حاضرويني. قال لها بس انا يتيم وفقير. انا يتيم وفقير وابوك غني وكبير، ناوي يجوزك له شأن كبير وعظيم. قالت له غيرك انت؟ طبعا. لا 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 لا، وعمه عظيم نيات في ضميره له بالذات، لما ينول الشهادات يحظى بها اليتيم. لكن شاءت الأقدار ترك نعيم الدار، قابل كريم ستار العم بحسن ختام. كان عمه قبل ما ماته موصي عليه مراته، في الحال نسيت ذاته والحق ظهر فهيم. وخلي بالك ان عمه عاظم في ضميره لما يخلص كريم تعليمه يجوزه كريمه وتبقى كريمه الكريم. بس شاء القدر ولسه ما خلصش تعليمه، وعمه واجه المرض وهو نايم على الفراش. نادى لمراته وقال لها يا ام كريمه. نعم. فين الاولاد؟ قالت له بره. هاتوهم هنا. جابتهم هما الاثنين. قال لها كريم ده ابن مين؟ قالت له والله ابن اخوك طبعا. وكريمه دي بنت مين؟ قالت له بنتك. قال لها والمال مال الله، ما اناش هوصيك لا على المال ولا على كريمه، هوصيك على كريم ابن اخويا ده، خلي بالك منه لما يخلص تعليمه وجوزيه كريمه وتبقى كريمه الكريم. قالت له حاضر. وشاء القدر وقابل كريم ستار. يوم ما ماتوا بكى كريم ومشي جر النحش بتاع عمه وقال راحوا الحبايب راحوا الحبايب ولا عادش حد ليا يعون، همي اروح لمين واشتكي اسايا بعدك انت يا عمي. كرش الكريم دخل على الاوضه بتاعته اللي هو بيذاكر فيها، راحت وراه. قالت له تعال كده ليه؟ قال لها ما نروح على فين؟ قالت له تعالى. خدته من ايده
على اوضه ضلمه وقلت له اقعد هنا، لادد عليك لادد مش لادد مش لادد، وسكت الاوضه عليه. بص يمين ويسار وبكى وقال ظلموني الناس ظلموني، ظلموني الناس ظلموني، وسقوني الكاس وفتوني، ظلموني الناس ظلموني، وسقوني الكاس وفتوني، ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني وقعد في الأوضة لوحده ضلمة. بص يمين ويسار وبكى وقال لا امتى تعود الليالي، امتى تعود الليالي، امتى تعود الليالي، ونعاتب القاسي وكل انسان على الدنيا يا ما بيقاسي، غريب حنين ولا قريب يكون قاسي. الناس فيها جرح واحد، وانا في ايام الجروح علفاء ناس طابت وخفت وانا جرحي فتت سنوات. انا رحت للمسلمين قالوا لي دواك حيد الخواجات اللي كفر صح كفر، بيتكلم بكل اللغات اللي نظرت له الرئيس ام هاشم ماما، اللي نظرت له الرئيس ام هاشم ماما. عالرصيف اهو باب جه لي بابا العقاد، خد من هنا نفحات وبعد كده راح لسيدنا الحسين بقى جليل معنوي وبيدي للدراويش عقودات. الناس في جرح واحد وانا في من الجرح ألف. ناس طابت وخفت يا بي عقاد، وانا جارحي في ظل سنوات. انا رحت للمسلمين قالوا لي دواك حيد الخواجات اللي كفر صح كفره، بيتكلم بكل اللغات اللي نظرت له الرئيس ام هاشم عالرصيف اهو باب.
نظرت له الرئيس ام هاشم ماما ماما عالرصيف اهو بتجه لبابا العقاد خد من هنا نفحات وبعد كده راح لسيدنا الحسين بقى جليل معنوي وبيدي للدراويش عهدات ياللي انت اسمك علي بابا بابا يا حبيبي ايه اللي ياللي انت اسمك علي وجدك زين العباد وصي علينا عمتك خلي الشموع تنقاد وصي سكينة ونفيسة حامل الأمجاد جيوش من الوجد زحفة في حمى الأسياد لا تعبت من المدح يا شرف ولا لساني غلوب إنشاد عليل دخل في العيادة تعال يا سعادة شوفي خايف يقول عليل دخل في العيادة تعالي يا ماما يا كريمة شوفي خايف يقول آه تيجي بالعجل تداويه وتكتب له على خروج يا ماما يا ماما يطلع ما يلتش مكان يساعيه ايه العمل يا جلالة جلالة في اللي ترك وذيه قالت ادي احنا كده كده من حبنا بنجليه ونطلعوا قصر عالي 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 بعد كده نهنيه على باب سيدنا الحسين يا بابا يا بابا اروح لمين واشتكي من قسوة الظالم حكموا عليا وسجنوني في مكان ظالم يا رب يا مطلع يا حق يا غيث يا فارق الحب من نوى قادر تخلص المظلوم من الظالم يوم ياكل يوم لا شاف مقاس ومذله سنة وراها سنة يا حبيبي كبرت كريمة الخطاب جريوا علشانها طمعانين في الماء
زي النهارده كده ده عاوز يتجوز واحده مش فاهم ده فدان معاها شهاده ما كانت خياطه يخش لها، ما عندهاش حاجه ما يخش لهاش. دي العاده المتبعه النهارده. كبرت كريمه الخطاب جوه على الشده. جه للبنت عريس يخطب غمار نفيس كان صاحب قهوة رئيس والحب ما فيش عظيم. الحب مستغني عن المال والجمال. ومرة حبيب العرس الجديد ده وراحت تشاور كريمة. بنتي يا كريمة. نعم. افرح ليه؟ جالك عريس يخطبك عبد القصر علي جمال الصورة. قلت لها غير ابن عمي انا؟ طبعا. لا 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 قالت ما خنش العيش. بتقول ايه؟ غير ابن عمي ما فيش. يا سلام. هو ليا وماليش ما فيش حد تاني غيره يا ناس ضعظيم. قلت لها يا سلام، يعني ما انتش راضيه؟ قلت لها ما انتش راضيه. طب اقعدي. وحبت تعمل فيه مؤامره جباره. نادت على الخدامه. بنتي يا خدامه. نعم. خش على الواد اللي جانا على اخر الزمن ده قول له بتقول لك مرات عمك اخرج من هنا شوف لك سكن بره. راحت الخدامه عليه. كريم. يا سلام. كريم ان شاء الله. بتقول لك مرات عمك اخرج من هنا شوف لك سكن بره. حاضر. دلوقتي ولا في الصباح؟ دلوقتي يكون احسن. طلع كريم فتح الاوضه بتاعت كريمه قال لها الوداع. الوداع وهي نايمه. ودعوا بعضكم ولا سلموش ايد الحب في القلب. يا رب يا رب يا رب عاصي ومذنب. يا رب عاصي ومذنب شايف ذنوب كتير يا رب وروحي منك بتطلب يا رب. اهدي يوم الخير يا رب. وحياة جلال عزتك افتح لي باب جنتك. وحياة جلال عزتك افتح لي باب رحمتك وارحمني يا ربي من دنيا غدارة. الذنب والذنب دي النفس أمارة.
حشاش بيشرب حشيش، خمرجي بيشرب كاس. حش الهوى فالهوى سر بك لا يستطيع الهوى هواه سر. حشاش بيشرب حشيش، خمرجي بيشرب كاس، آدمهم صبي صبابا. آدمهم صبي صبابا كل إحساس. فت عليهم درويش بيحكم وقالهم عليه ده بكاش. بص لهم الدرويش وقال لهم اللي مهربونا دايما إذا بتنباس. مشي كريم وعلى باب البيت من بره وقال الوداع. اودعك يا دار، راحوا فين اللي كانوا بيعزوني؟ اودعك يا دار، راحوا فين اللي كانوا بيعزوني؟ الأم ماتت وأبويا وعمي كمان عزوني، طول عمري حبكي ولا لعل راحوا وفاتوني. مشي كريم صبح الصباح على كريم. ما ندت الخدامه بنتي يا خدامه. نعم. وديته ابن كريم زاد علشان ياكل النهارده. قلت لها كريم مين؟ ضم كرشته بالليل. كرشته بالليل؟ ايوه. مشي كريم. قلت لها طلع تجري وراه بتدور عليه بتقول في البلاد يا للغرام حلفتي ما جاش حبيبي عندك، يا اهل البلاد حلفتك ما جاش كريم عندك. غريب وتايه في حيكم، غريب وتايه في حيكم، ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، يا أهل الغرام. وصل بلد أخرى فيها ناس صالحين أهل تقوى إيمان. جه جرحتها ضلمة، أبويا مات ولا لناش قرايب، وراحوا أهلي ولا لناش حبايب. جاني خمر مغرم وصبابة بيسقي الخمر في جمع الرغابة. قال لي تحبي مين؟ انا قلت بابا، بابا العقاد ده اغلى الحبايب.
بيت يا عز الحبايب. اسمع يا سيدنا. قال له نعم. البلد دي ما فيهاش عمل اشتغل بعرق جبيني بدل ما افضل هنا قاعده بسلحان. قام رد عليه وقال له بس مش بين عليك بهدله ولا شغل قبل كده. بكى كريم وقال له من الوقت. ما الوقت يا شاطر؟ الوقت لو كان نفر لا كنت كلمته وبست ايده عشان حالي وكلمته، واللي خصمته حوجني الوقت كلمته. قال له فخر البلد خالص مكان بيقولوا عليه موقف العمال. لابوز اشتغل بروح على هناك. دلوا عليه مشي كريم وقف وسط العمال. جه واحد عاوز بعض من العمال. التقى كريم وقف وسطهم. قال له واقف كده ليه؟ قال له علشان اشتغل بعرق جبيني. قال له طب تعالى معايا. وهو طالع زهد الحياه. قال له ما تدينيش اجر كامل، نص اجري بس. قال له عشان ايه؟ أصلي لله. قال له علشان الصلاة هديك نص أجر لازم أديك أجر كامل. واشتغل كريم مع العمال لحد ما جه صلاة الظهر. عمل إيه؟ الظهر لما حضر ترك العمل بأذان الله أكبر الله أكبر هلموا جميعا للصلاة بأذان. بعد ما خلص صلاة كل العمال قدموا على الزاد الا كريم ما كانش. ابو صاحب العمل بيقول له ما بتاكلش ليه؟ بص له قال له ذانا 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 صايم. قال له صايم لله سوي من غير زاد لحد ما جه صلاة المغرب. المغرب لما حضر روح جهز الافطار كالبلحة واحدة وراح يعبد اله قهار لحد ما جات العشاء. صلى بدون انذار وصلى جماعة وصلى السنة في الأسحار لحد فجر الريضة لاحت وجعلوا نهار. أهل المبالي ما ارتاحوش لليل 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 ما بيرتاحوش المبالغ. العمال راحوا لوحدهم تاني يوم في الصباح. صاحب العمل بيقول لهم كريم ما جاش معاكم النهارده ليه؟ قام رد واحد عليه وقال له انا جيت اخبط على البيت اللي هو ساكن فيه سمعته جوه بيقول ماله؟ عيان؟ قال له ما نعرفش. صاحب العمل خبط انه ماشي 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 وخبط على الباب. كريم فتح الباب قال له انت ما جيتش النهارده ليه؟ قال له سيبني النهارده وبكره. قال له هو انت عيان؟ وهو بيكلمه عقله راح منه ساعات يحضر وياه. قال له ده انت عيان هجيب لك طبيب المبالغ شفا عليه. جاب له الطبيب كشف على الولد وقف الطبيب قال ايه؟ طبيب سأل كريم بتشتكي من ايه؟ قال له بقلبي وكتر المآسي فيه.
طبيب سال كريم بتشتكي من ايه؟ قال له بقلبي وكتر المقاسي فيه، اكشف على القلب يا طبيب، شوف القلب مرضه ايه. اكشف على القلب يا طبيب، شوف القلب مرضه ايه. وفي الطبيب اشتكى وفي الطبيب اشتكى ملقاش دواء يداوي. قال الطبيب يا جماعة ابعدوا الدواء عنه، كتر الدواء يعيه، مفيش دواء لله. عندي الحكيم يداوي، كتب الطبيب عالدواء، فضل الراجل يسقيه، ولما فاق كلمه سألوه عن اللي فيه، قال له بقلبي هوى والحب ساكن فيه. طبيب سأل كريم بتشتكي من ايه؟ قال له بقلبي وكتر المقاسي فيه، اكشف على القلب يا طبيب، شوف القلب مرضه ايه. وفي الطبيب اشتكى يا بابا ملقاش دواء يداوي. قال الطبيب يا جماعة ابعدوا الدواء عنه، كتر الدواء يعيه، مفيش دواء للهوى. عندي الحاكم يداوي، كتب الطبيب عالدواء، فضل الراجل يسقيه، ولما فكلمه سألوه عن اللي فيه، قال له بقلبي هوى والحب ساكن فيه. وخبعت انه ماشي على قدم لحد مصر القاهره. السيده زينب بتبعت السيده نفسها تمر في الدوله كل ليل، قابلها كريم. بص لي السيده نفسها كده وقال لها ماشي انت كريمه؟ السيده نفسها بصت وقالت له ده انا قريبتي الكريمه. مش وراها ولا يا كريمه لحد ما وصل عند المقام بتاع ام هاشم، والسيده نفيسه خشت على المقام، وكريم وقف على الباب بره. ام هاشم بصت من الباب بتقول لها مين اللي هو بره ده؟ قالت لها ولد سكران. نادت عليه ام هاشم وجمعت الاربعه الاقطاب، سيدي احمد البدوي وسيدي عبد القادر الجيلاني وسيدي احمد الرفاعي وسيدي ابراهيم الدسوقي، وعملت له جلسه، وكان رئيس الجلسه مولانا سيدنا الحسين.
ايه رايكم في الولد اسمه كريم اللي ماشي ورا سيدنا نفيس ابو الله يا كريمه؟ الاربعه اللي اخطب بصوا لها كده ولا ده المحكمه ترضوا حكمنا عليه؟ رضيان. حكموا عليه ب10 سنوات سجن في السجن بتاع آل بيت رسول الله. ساعة ما دخل كريم السجن بتاعهم بكى وقال ايه؟ خلقتني يا رب سبح اسمك المعبود، خلقت لي رزقي من خزينك اللي ملها حدود، الكل يفنى واسمك يا كريم موجود. خلقتني يا رب سبح اسمك المعبود، خلقت لي رزق من خزينك اللي ملها حدود، الكل يفنى واسمك يا كريم موجود. فات من 10 سنوات كتير 7 ايام وسيدنا الحسين جمع الاربعه الاقطاب تاني واداهم جواب مختوم بختم المملكه وادوا لهم هاشم. سيدنا الحسين كتب في جوابه ليه ايه؟ يا محكمه يا ام هاشم، قطب الولايه توفى والمداوي مات، هتجيبي من يا رئيس غيره يحكم على الجنايات؟ قالت ام هاشم هاتوا كريم اللي كان شارب خمرات يبقى رئيس محكمة ويحكم على الجنايات. عارف مكانه فين كريم؟ ده قطب من الاقطاب فاضل كريمه بتقول يا ترى فين مكانه؟ بنت يا خدامه. نعم. ايدك فين اللي ابحث عليه؟ وخاطب بعضها كريمه والخدامه وتتماشى لحد ما وصلت عند المقام بتاع سيدنا الحسين. فين كريم؟ قالوا عند المقام بتاع العتريس اللي قدام المقام بتاع ام هاشم. راحت عند المقام بتاع العتريس اللي قصاد المقام بتاع السيده زينب. كانت خدامه واقف على الباب بره. اسمع يا جدع انت. نعم. الشيخ كريم هنا؟ قال لها طب انا عاوز ازوره. قال لها انت مين؟ قالت انا بنت عمه كريمه. قال لها وعاوز تزوريه؟ ايوه. قال لها مين اللي واكي ديت؟ قالت الخدامه. قال لها طب الخدامه تخش تشاوروا بالزياره، وافي بالزياره خش زوريه، ما وافيش تروحها تاني. كتبت جواب ادته الخدامه. الخدامه خشت عليه ادته ساجد لله. قالت له كريم. قال لها نعم. خد الجواب ده. خد الجواب كاتبه له في الجواب بتقول له يا ابن عمي يا حبيبي يا روحي، الجواب من يوم ما مشيت وانا قال لها منين الجواب ده؟ قالت له من بنت عمك كريمه. بالله يا خدامة حودي هنا واحكي لي، قولي لي ايه جرى لبنت عمي واحكي لي. قالت له الفراق السبب
اقعدي هنا واحكي لي، قولي ليه جرى لبنت عمي واحكي لي. قالت له الفراق سبب واول سقم صبعيني. قال لها يا فين كريمه؟ قالت له بره عاوزه تزورك. قال لها ممنوع، كانت عاوزه تزورني تترك المال لصاحب المال. شاوريها على كده. الخدامه تقول لها والله كنت عاوزه تزوريه ما انتش طالعه بره تاني. وكانت تقول لها وماله. خشت عليك انت ساجد لله. قالت له السلام عليكم. قال لها عليك السلام الله. مين؟ قالت له انا كريمه. قال لها ادي سؤال، انت تركت المال تركت المتاع؟ قالت له بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل. عيني عيني يا مولانا. قال لها وانا بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. واعتنقوا بعضهم الاثنين لا تبكي بدمع العين. بكت والدته. سلامي سلامي واشواقي اللي مودعني ترك بلاد الاحبه، وصبح مودعني قبل انت فارق بلاد العشق. ودعني قبر مليان فتح والكل ودعني واخر وداعي من الدنيا للي مودعني. واعتنقوا بعضهم الاثنين وصبح والصبح وطلعت الارواح سرح ليل دفنهم هما الاثنين في قبر المغرمين. نصبوا عليهم رايحين ده بشرى والف تحيه. مع تحيات شركة ابن الشيخ.